عالسلامة. كان تسمحوا اليوم نحب نتحدث في موضوع نعتبره هام، عنده أهمية. ما نقولش عنده أهمية قصوى للغاية، ولكن عنده أهمية ويلزم نفهموه بالكدا. يلزم نفهموه بالكدا من جميع جوانبه، وما نعملوش فيه كي نتناولوه. مش لازم نحكيه بعقلية الدراما ونكبروها الحكاية أكثر من ما تستحق. نجم نخموا فيها ببرودة وبأعمال الرأي وبدون تحمس مفرط، ولكن يلزم نفكروا فيه، ويلزم نذكروا فيه بعدد من المبادئ ومن النقاط الهامة، وننظر للموضوع من زاوية سياسية. هو فيه زاوية عاطفية، تعرفوا شنو هو الموضوع، فيصل باش تفهموا علاش فما زاوية عاطفية، ولكن إلى جانب ذلك فما زاوية سياسية وهي الأهم، هي اللي لازم تكون غالبة. عبير موسي حزبها الحزب الدستوري الحر اللي أنا نتكلم عليه من برا كملاحظ سياسي وكمحلل وكصديق كذلك للحزب وحليف ليه، ولكني مانيش فيه وما انخرطتش فيه، ولكن من حق كل التوانسة أنه حاجة مهمة وذات شأن وتمس الشأن العام وتأثر على السياسة في بلادنا، من حق كل تونسي أنه يعطي رأيه فيها، وخاصة إذا يحب يحلل بموضوعية. وهذا اللي باش نعملوه أنا، باش نحلل بموضوعية وبعيد على لك هي أو لا أحد ولا هي ما نحبوهاش وجاء الوقت باش تمشي. الزوز نظرات هذوما نظرات متاع هوليغان ومتاع ناس الله غالب عليها. مانيش في الجو هذاك. أنا نحب ننظر للموضوع بتأني وبقراءة معناها دقيقة للمعطيات الصحيحة والواقعية. حزب الدستوري الحر قادم على مؤتمر متاعه في قادم الأسابيع، باش يعمل المؤتمر متاعه. جاء الوقت، وهذه حاجة باهية كيف الأحزاب تعمل مؤتمراتها في أوقاتها رغم الظرف الصعيب اللي تعيشه بلادنا، ورغم الظرف الخارق العادة الاستثنائي اللي يعيشه الحزب الدستوري، اللي رئيسته وزعيمته في السجن من أكتوبر 23، يعني بعد 3 أشهر باش تولي لها في السجن 3 سنين. وقع معناها التنقل بها من المرناقية لسجن بلي ولسجن بولاريجا في ولاية جندوب. يعني الظروف متاع السيدة عبير موسي ظروف مش عادية. ما فما حتى حد في الحزب الدستوري الحر خلص نضالاته كيما تخلص فيها هي. ما فما حد تعذب وقاعد تنكيل به كيما قاعد يقع بها هي، ومازال متواصل. وشفتوا الحكم المسلط عليه، وشفتوا كيفاش هي باقي واقفة وباقي تدلي بدلوها وباقي تسير في حزبها من وراء القضبان. عبير موسي الحزب نتاعها هي اللي عملته، فماشي حد ينجم يشكك في هذا. إذا فما حد ينجم يشكك في هذا فليتكلم أو ليصمت. عبير موسي الحزب خدمته كيما الصانع نتاع أو المعلم نتاع الفخار كيفاش يعمل البرودوي نتاعو بالطرف هو اللي ينحتو، هو اللي يحطو، هو اللي يتصورو، هو اللي يعمل. هي عملت كيكا، والناس اللي معاها حتى العدد المواشي كبير ياسر. نحكي على القيادات اللي فاهمين الموضوع، ما عطاوش وما تعبوش وما خلصوش وما هزوش المشاكل كيما تهز فيهم هي. هذا يا نعترفوا به يا مش لازم تسمعوها البقيه نتاع الفيديو، يا تعترفوا بهذا يا مش لازم نكملوا البقيه، نكملوا حديثي لانه ماش باش يفيدكم. اذا انت تقول لي هذايا مش صحيح، انا تو باش نواصل مع الناس اللي متفقين ان هي اللي
نحتته الحزب الدستوري، هي اللي وقفته على ساقيه بالطبيعه، مش وحدها، ومعاها ناس، ومعاها خاصه، وهذا قليل في الاحزاب التونسيه، معاها ناس قواعد مناضله في انحاء الجمهوريه تقريبا الكل، اللي شفتوهم وتعرفوهم. الحزب هذايا خرج للشارع قداش من مره ومازال قاعد يخرج، والحزب هذايا معناها عمل اجتماعات عامة في كم من جهة من تونس، وعنده هياكله في كل تقريبا الجهات نتاع تونس، وتعرفوه معناها مش غريب على التوانسة، بالعكس هو ممكن نجم نقولوا أنه اليوم في سنة 2026 ورغم أن عبير موسي في السجن منذ قرابة 3 سنين، الحزب الدستوري الحر أكثر حزب يعرفوه التوانسة، اللي معاه واللي ما همش معاه. معناها نجم نلوموا عليه حاجات، ما تنجمش تلوم عليه انه مش موجود، هو موجود وعنده ناس وتخرج للشارع اكثر من الناس الاخرى وتدلي بيدلوها، ولا نتفقوا معاه ولا ما نتفقوش، لازمنا نعترفوا بهذا. به الحزب الدستوري الحر رغم هذا الكل، رغم الشيء اللي نقول فيه انا، مازال في مرحله البناء. هو حزب تأسس، فات مرحلة التأسيس، ولكنه مازال في مرحلة البناء، مازال ما اشتدش عوده بطريقة معناها كاملة وشاملة، ونجم نقولوا الحزب هذا في صورته النهائية ومشكل بطريقة نهائية، مش صحيح. لأنه حتى الظروف في تونس ما تخليكش، هاي تحط في القيادات السياسية في الحبس، وهاي الرئيسة نتاع الحزب الدستوري الحر في السجن، يعني وهاي ما تنجمش تترشح للانتخابات الرئاسية. وتعرفوا انتم الوضعية في تونس ما تخلات، ما فما حتى حزب في شكله النهائي تو موجود. حتى الأحزاب اللي وصلت في وقت ما ولات في شكلها النهائي عاودت معناها رجعوها لتالي ودقوها، عاودوا دقوها بالمطرقة باش يدخلوها تحت الأرض. وهذا اللي قاعد يصير، وهذا لازمنا نعترفوا به. لكن رغم هذا الكل عنده رئيسة، والحزب عنده رمز، وعنده معرف. المعرف هذاك ليدونتيفيون اونيك نتاع الحزب الدستوري هو عبير موسي. لما نقول عبير موسي نعرف عمن نتحدث فيه، معناها الايجابي وفيه الاقل ايجابيه، لكن عبير موسي هي معرف الحزب الدستوري، مش الحزب الدستوري هو المعرف نتاع عبير موسي. هذه زادة لابد أن نكونوا متفقين عليها باش نجموا نواصلوا حديثنا القدام. سي مجدي بوذينة النائب السابق في البرلمان اللي حلوا قيس سعيد، واللي هو متواجد في الخارج، توليه قرابة 3 عامين تقريبا متواجد في الخارج بعيدا عن تونس، من جهة ومن وراء المحيط الأطلسي، ويتبع انا نعرفه مليح مجدي بوذينة، ونتحدث معاه كما اتحدث مع جملة من قيادات الحزب الدستوري، ونتفاعل معاهم، اصدقاء سياسيين، ثم فيهم اللي عندي معاه علاقات شخصية. مجدي بوذينة انسان بيني وبينه كان الاحترام المتبادل، ونحكيه مع بعضنا ويعطيني رأيه ونتفق معاه في أشياء، وفما بعض أشياء ما نتفقش فيهم معاه، وهذيك سنة الحياة. ومجدي بوذينة من جملة النواب السابقين نتاع الحزب الدستوري اللي معروف، معناها كان إنسان ناشط ويتكلم ويواجه وكذا، وعنده برشا ناس يحبوه هكا ويستعطفوه وكذا. توا بعد شويه لما حاله، وهذا معناها عنصر يخلينا نكونوا شويه معناها متسامحين معاه. ابريتو هو زاد ماهوش في وضعيه عاديه، ما عندوش المعطيات الكل، ما يتصلش بالناس مباشره لانه ماهوش فرد بلاد معاهم وكل شيء، وهذا ينجم يخلي الانسان يغلط. على كل حال غلط بالنسبه لي انا، وراي لا يلزمني الا انا، ولكن نقولوا عندي الحق نقول رايي في كل حاجه تهم السياسه في البلاد،
معناها خاطر نعرف اللي عنده ناس يقول لك انت ايش ندخلك اخويا في الحزب الدستوري، هذا شأن داخلي. لا، الحزب الدستوري صحيح هو شأن داخلي، ولكن الحزب الدستوري شأن عام، شأن عام. إذا يحب معناها الحزب الدستوري يبقى في مستوى الطموحات اللي عنده اللي هي كبيرة، هو شأن عام، والناس عندها الحق تاخذ وتعطي معاه في خياراته، في مواقفه، وفي أوضاعه حتى الداخلية اللي بطبيعة الحال مش يقررها ويختار فيها هو وحده، هو وهياكله والناس المنتمية لهياكله. احنا نعطيه رأي ونتعداو على روحنا، وهذا الشيء اللي قاعد نعمل فيه. سي مجدي بوذينة رأى أنه عبير موسي عدات 10 سنين على رأس الحزب يزيها، يلزمها تبعد. نحب نقول للمجدي بوذينة أنه بعيدا عن الأخلاقيات والأشياء اللي مش تجي في مخ العباد الكل، مرة في الحبس علاش تحب تقصيها وكذا وكذا، خاطر هو شنو فما هذا اغتيال لعبير موسي انه يقصيوها، يقول لها ما عندكش الحق تترشح. مش ما قال هو، ما قالش تترشح وما تصوتولهاش، عنده الحق باش يقول لك هيك. اي انسان عنده الحق باش يترشح، واي انسان اذا فيه شروط الترشح، واي انسان عنده الحق باش يعمل حمله ضده، سواء يترشح هو ولا ما يترشحش، ينجم يعمل حمله معاه او ضده، هذاك حقه. هو ما عملش هكا، هو قال لك يلزمها تبعد، علاش مترشحه المره هذه مده اخرى؟ انا نحب نقول له اولا هو حزب في طور البناء ومازال ما تشكلش، وكما قلت بكري عبير موسي هي الرمز والإيدنتيفيون تاع الحزب الدستوري الحر، ثم هي في محنة، وهي في وضع نضالي بامتياز اللي حتى حد في الحزب الدستوري ما عاشوا وما يعيش فيه إلى حد الآن. هي في السجن وينكل بها ومحكومة ب10 سنين يظهر لي، وقضايا مازالت جارية. يعني ايش باش نقول لك؟ معناها يلزم الانسان يكون معناها فهيم ويعرف اللي سياسيا الحزب يلزم يستفاد من 3 سنين نتاع عبير موسي في السجن هذا، ومن نضال عبير موسي، ومن عطاء عبير موسي، ومن تواجدها في قيادة الحزب حتى وهي وراء القضبان. وهذا الشيء يعرفوه الناس الكل، وانا من ناحيتي نعرفه مليح لاني تفاعلت مع الحزب في عديد المبادرات، ونعرف اللي وزن عبير موسي وشبح عبير موسي يخيموا على كل المواقف تاع الحزب هذايا، وحتى حد ما ينجم يخرج من الانفلونس والتاثير نتاع عبير موسي. تجي انت تقول الناحيه سهل، هو شنو تحب تكسروا الحزب؟ كسروا، ما فماش حد بروز على الساحة من الحزب هذاك اللي عنده شعبية عبير موسي، واللي عنده رناه، يعني نجم يكون غدوة موجود، أما اليوم ما فماش، واللي عنده الجيش والقدرة على المواجهة مع عبير موسي. والأشياء هذه مش تجيش من السماء، هي تجي نعرفوها احنا بالممارسة وبالفعل وفي الواقع، وهذا اللي نشوفوا فيه مع هي. كما قلت سواء كنا معها او كنا ضدها، او كنا معناها مرة معها ومرة ضدها حسب المواقف، وهذا شيء معقول. كما قلت لكم انا راني مانيش نحكي مع اللي وليغان اللي يقول لك انا معاها في كل شيء وتمشي هي نمشي وحنا وكذاك. هذا مش سياسه، هذه ما نحكيش فيها انا الشيء هذايا، وهو مردود على الناس هذوما، وهو في مستوى متدني بالنسبه للسياسه. السياسه تقول ان عبير موسي اليوم لابد التشبث بها اذا يحبوا الحزب معناها فالوريز، يثمن الشيء اللي تعمل واللي قادمته هي ومعها ناس اخرين. خاطر هي اش عملت؟ هي توصلت باش تجيب معها ناس ويتشكلوا في اطار حزب ويكونوا بالفعل حزب. خاطر ثم حزيبات في تونس ما مش احزاب، معناها حتى اللي عملوا فيهم اللي عمل حتى مؤتمرات
ما عندوش عباد وما عندوش اطارات وما عندوش ينجم يعمل مؤتمر ويعمل هكا افتتاح نتاع مؤتمر ويجيو فيه برشا ناس وواحد وكذا، ولكن ما ريناش مناضلين، ما ريناش اطارات، ما ريناش خطاب سياسي، ما ريناش في الشارع معناها يجند في ويعبي في اعداد مهمه، رغم النقائص، لان الحزب الدستوري الحر فيه نقائص كذلك. ولهذاك انا اللي خلاني نقول انه مازال في مرحله البناء، والبناء لا يستكمل الا بالناس اللي عملت التاسيس وبدات البناء هذاك. وعبير موسي في طبيعته فماش حد اخر معناها غيرها ينجم يقود المرحله هذه، رغم كما قلت لكم ونعاود فيه بالعاني باش ما خاطر فما عباد توا باش يقولوا هاو يسد في المناضلين والاطارات نتاع لا ابدا. وبالعكس انا نرى انه وقت اللي هي توا في السجن حقهم معناها فما راي خاص، فما منسق كذلك من برا، هي تقود وهي الرئيسه، وينجم يكون فما منسق وعندهم مثلا انا جدي شيء اللي يظهر لي انا مثلا سي ثامر سعد انسان قادر انه يلعب دور التنسيق، انسان معتدل وفاهم الموضوع وراجل بعقله وما يتسرعش في اتخاذ المواقف بتاعه، وفاهم شنو هو الحزب الدستوري، وفاهم شكون عبير موسي، ولديه احترام لعبير موسي واخلاص لعبير موسي ما فيه حتى تشكيك، وهي بالمقابل وهذا نعرفه انا اموري فهمتي تحترم سي ثامر سعد وتقدروا وتكن له كامل التقدير. لكن هذا ليس الا راي، هذا شأن داخلي يقرروه الناس، هل يختاروا منسق ولا لا. انا حسب رايي كما قلت لكم يلزم يكون عنده منسق على الاقل في الفتره هذه معناها مادامها هي في السجن، لكن لا نتخلص من عبير موسي ولا نتخلص منها من رئاسه الحزب، لانه وقتها مش نجيو نعملوا اجتثاث ويولي الحزب حكايه فارغه، فهمتني؟ يولي حكايه فارغه، انا ناكد لكم فهمتني. وقت تشوفوا انتم في المناضلين ما يقبلوش الشيء هذا، شكون يحب الحزب يرجع لما وراء الورع؟ قال الراجل راهو الحزب راهو ورث شقف نتاع التساترة، وهو في حاله معناها الحركه الدستوريه اللي كان يشرف عليها سي حامد القروي الله يرحمه ما كانتش عندها تاثير في البلاد، لا انتخابيا وهذا شفناه ولا واقعيا ولا ما واحد فهمتني، عندها هاك الارث المعنوي والسياسي نتاع انها ورثت الهياكل الدستوريه، الحزب الدستوري ثم التجمع هكا هو، وما نجمتش تفرض وجودها على الساحه. جات عبير موسي وخدمت الخدمه هذيك الكل فهمتني، ولا حزب ذي شأن، هو اليوم حزب من ذي شأن فهمتني، نحبوه ولا ما نحبوهش ديما نعاودها، انا مانيش فيه ومانيش طالب باش ندخل فيه ولا عمري طلبت، وعندي حتى بعض زوايا النقد تجاهه، ولكن انا مع انه يتوجد ويكون قوي ويبقى قوي، واليوم تبقى رئيسته عبير موسي، وهذا شأن داخلي كما قلت من الاول. تحبوا تنافسوها ترشحوا ضدها والمناضلين المؤتمرين اللي باش يشاركوا في المؤتمر وباش يكون عندهم حسب النصوص الداخليه حق التصويت هم يختاروا، وقتها نورمال. انا ما قلت لكمش اقعدوا معاها خليوها الى الابد، انا ترى وريونا عندكم شكون ينجم ينافس عبير موسي، انا نقول لكم ما عندكمش، وممكن فلان يقول لكم عندنا، اما اللي مش يقول لك عندنا ما تقولش نحيوا عبير موسي وخلينا نجيو، عاد وقتها رجعنا كيما في الرئاسيه في 2024 نحطوها في الحبس وما تترشحش ومن بعد نقول انا ربحت. هذا في جد كان في اوغندا نتاع ايدي امين دادا، ولا في ريبوبليك سنتر افريكان نتاع
بوكاسا. لذا اختموا السياسة على قاعدة نافسوها بشرف. إن كان لديكم معناها كانت لديكم فكرة منافستها برا نافسوها. حد ما يقول لك لا. أنا ما نجيش نسب غدوة واحد خاطر ترشح ضد عبير موسي، لا، ترشح على روحك يا خويا وحقك، وباهي الترشح وباهي المنافسة وباهي الواحد، وممكن النهار يجي حد اللي معناها نقولوا انه باش يملى كرسي. ثم هاك الحكايه نتاع مده ثالثه ومده ثانيه، راح مش في دوله. احنا لا نتحدث عن دوله جمهوريه ورئاسه جمهوريه، نحن نتحدث عن حزب هيكل خلقوه ناس ل معناها اجل الدفاع على افكار معينه ولاجل الوصول الى السلطه بناء على تمشي وعلى معناها تثمين لتلك الافكار واقناع الناس بها وكذا. كيف يكتمل البناء تاع الحزب هذاك وتولي ظروف عاديه في البلاد وما توليش معناها القيادات في السجون لاجل افكارها، وقتها يقع ترتيب معناها لي مانداتور، قداش من ماندا الانسان ينجم يكون مسؤول قيادي في حزب وكذا. لا ماهوش الافلام يا اخي. توا سي مجدي وانا نتوجه لك راسا بكامل الوضوح، ونعرف انا الهوى نتاعك وين ماشي، في انا اتجاه ماشي. فما ناس ما عندهاش حزب، ما عندهاش حزب، عندها طرف فلوس ماشي في امورها، تعمل فيديوهات، تعمل هكا وهكا وهكا، وتقول احنا معناها نحبوا ناخذوا الحكم وناخذوا، وما خمتش حتى باش تعمل حزب ولا بتجيب ناس معاها ولا تنجم انت تسمي واحد معاه الشخص اللي انا نخمم فيه. ثم انه معناها ناس خارج البلاد كان كومبليتمون وعايشه برا وامورها في بحبوحه، فهمتني، وعبير موسي في السجن اللي معناها يدوروا بها من سجن لسجن، فهمتني. هو كلام هذا لا يستقيم. الحزب لابد ان تكون له مسيره نضاليه ورموز، وهذا موجود في الحزب الدستوري الحر احببنا ام كرهنا. لذا يلزم الانسان اذا بالحق يخمم في بلاده وفي ان الاحزاب تلعب فيها الدور اللي مفروض تلعبه، وان السياسه تكون من شان الاحزاب اولا ومن شان البقيه بعد ذلك. يلزم يخلي الاحزاب معناها امور تمشي فيها بطريقه موضوعيه وعقلانيه ومتوازنه، وما يذبحش الناس على وهو وقتاش مش يحبوا يذبحوها وهي قاعده في حبس وينكلوا بها. هذا مش معقول. داير التوانسه اللي ما همش في الحزب الدستوري الحر ما يقبلوش، مش المناضلين نتاع الحزب الدستوري برك هذوك مقال حد الحد، وانا نعرف اللي هما بنسبة كبيرة، ما نحبش نقول انا 90 ولا 99% ولا حاجة، لكن نعرف بنسبة كبيرة طاغية ما همش قابلين باش يقع ابعاد عبير موسي. ولكن التوانسة كذلك اللي بعقلهم انا مش نحكي على المهرجين والحكايات هذيك الفيراجات، الناس اللي بعقلها تقول لك كيفاش المراه في السجن والمراه هي اللي عملته الحزب واحنا نعرفوها هي قبل الحزب، تجي انت اليوم تحب تذبحها تعطيها قربان للناس اللي ينكلوا بها. هذا لا يستقيم. هاو نقولوا انا الكلام هذا بكامل الاريحيه، وانا ما عندي حتى ضغينه على مجدي بوذينه، بالعكس فهمتني. ونتفهم انه نجم ننزلق نحو حديث كمن هذا باعتبار انه بعيد، باعتبار انه مش يمارس في الناس مباشره، وممكن الانسان ساعات يغفل اشياء. الى اللقاء.